فيلمنا بيبدأ مع جينا طالبة في المدرسة وعندها 13 سنة، وبتكون عاملة حفلة عيد ميلادها في بيتها، وبتعزم صحابها اللي بيستغلوها عشان تعمل لهم تقاريرهم في المدرسة، وبتتمنى إنها تكون واحدة منهم وفي نفس جمالهم. وبيكون لها صديق واحد اسمه مات اللي بيحاول يقنعها إنها أجمل منهم، وبيكون أمنيتها دايما إنها تكون عندها 30 سنة علشان تبقى جميلة جدا زي ما هي بتقرا في المجلات. وبيجي يوم حفلة عيد ميلادها وبيجيب لها مات الهدية بتاعتها، وبيكون مصمم لها بيت مصغر وجامع فيها كل حاجة هي بتحبها، وبيرش على البيت حاجة اسمها غبار التمني، وبقول لها انها تبقى تتمنى امنية وهتتحقق في المستقبل. وبيجي اصحابها البيت وبتضطر انها تشيل الهدية بتاعتها في الخزنة، وبيكون معاهم كريس اللي هي معجبة بيه، وبتقترح طمطم ان هم يلعبوا لعبة 7 دقايق في الجنة، وهي النجان تغمض عينها ويدخل واحد من الشباب ان هو يبوسها، وبتوافق جينا وبتفضل قاعدة في الخزنة لحد ما البنات بياخدوا الاكل وبيسيبوها وبيمشوا، وبيقولوا لمات ان جينا مستنياه في الخزنة بتاعتها، وبيفتح عليها الباب وتعرف انه مات، وبتتضايق ان هم ضحكوا عليها وبتطرد مات، وبتفضل تعيط لوحدها، وبيكون فوقها البيت اللي عليه غبار التمني، وبتغمض عينها وبتتمنى انها تكبر ويبقى عندها 30 سنة لانها كارهة طفولتها، لحد ما بتنام وبتصحى وبتلاقي نفسها في شقة وسرير مختلفين تماما، وبتفضل تنادي على باباها ومامتها وبتشوف شكلها في المراية، فبتتخض وما بتفهمش ايه اللي حصل، وبترتاح على الكرسي وبتلاقي اسمها على كل الجوابات اللي في الشقة، وبيكون في واحد بيتمشى وراها في شقتها وبينادي لها وبتفتكره حرامي وبيكون خارج من حمام، وبتاخد البلطو اللي قدامها وبتنزل تجري في الشارع، وبتلاقي واحدة مستنياها عند العربية وبتقول لها ان هم اتأخروا على الاجتماع وانها لازم تركب العربية بسرعة، وبتحاول جينا انها تشرح لصديقتها اللي حصل وانها عندها 13 سنة بس، لحد ما بيوصلوا للمجلة وبتقول لها صديقتها ان عندها اجتماع مهم وانها لازم تنجح فيه لانها محررة كبيرة في بويس، ومش بتصدق جينا انها اشتغلت في مجلة كمان، وبتلاقي كل الناس بيطلبوا رأيها في شغلهم، وبتعرف انها فعلا المحررة بتاعت المجلة، وبتقابل ريتشارد مديرها في الشغل، وبيدخلوا الاجتماع وبتطلب من السكرتيرة بتاعتها انها تدور على صديقها مات وبتديها رقم بيته، وبيبدأ ريتشارد يشرح لهم ان هم في منافسة مع مجلة سباركل، وان هم بيسرقوا كل افكارهم حتى عناوينهم الرئيسية، وان في حد في المجلة بيسرق كل الافكار وبيديها لهم، وبيحتاج منهم ان هم يقترحوا عليه افكار جديدة علشان يثبت للناس ان مجلة فويس لسه في القمة، وبياخدوا رأي جينا فبتقول لهم انها تروح الحمام، وهي ماشية الحمام بتلاقي مكتب مكتوب عليه اسمها، فبتدخله وبتحاول تفهم ايه اللي بيحصل لحد ما بيجي لها سكرتيرتها وبتقول لها انها اتصلت ببيت اهله وخدت عنوانه منهم، فبتجري على بيته، فبتفضل تخبط على بيته لحد ما بيفتح لها وما بيعرفهاش، وبتفضل تفكر بنفسها لحد ما بيعرف انها جينا، فبتدخل وبتحضنه وبتقول له على اللي حصل لها وانها مش فاكره اي حاجه بعد سن 13 وعايزه مساعدته، فبقول لها ان هو كمان ما يعرفش عنها اي حاجه لانهم ما بقاش صحاب من ايام الجامعه وما بقاش يتقابلوا حتى، وبقول لها ان هو هيحاول يعرف هي ساكنه فين وعشان يوصلها بيتها، وبتطلب منه لو يقدر يساعدها باي معلومات عن حياتها، فبيجيب لها كتاب الصور بتاعه الجامعه، وبقول لها انها بقت القائده بتاعه الشله بتاعتهم بدل تومتوم، وانه تومتوم لسه صاحبتها ولسه شغاله معاها لحد دلوقتي اللي هي مساعدتها لوسي، وبيجي لها تليفون ان عندها حفله الساعه 7:30، وبيرجعها مات بما انها رجعت لطبيعتها تاني، وبيسيبها ويمشي، وبتعزمه ان هو يجي معاها، وبتبدا تستمتع بلبسها وبشقتها، وبتلبسه وبتروح حفلتها الخاصه بالمجله، وبتيجي لها لوسي وبتقول لها ان الحفله بقت ممله لدرجه ان الناس بدات تمشي ودي كارثه بالنسبه لهم، وبتقابلهم رئيسه التحرير لمجله سباركل اللي بتقول لهم ان المجله بتاعتها متفوقه عليهم في كل حاجه وان هم مجله فاشله، وبيجي لهم ريتشارد وبيقول لهم ان المجله بالشكل ده هتتقفل قريب بسبب فشلهم في عمل حفله بسيطه، فبتحاول جينا انها تحل الموقف وبتروح تشغل اغاني على ذوقها وبتبدا تقف في نص القاعه وبترقص لوحدها لحد ما بتلاقي ان مات جه لحفلتها وبتروح تشده علشان يرقص معاها، وبيبداوا الناس يتفاعلوا معاها وبينضموا لرقصتها، وبتنقذ جينا الحفله من الفشل، وبيكون ريتشارد في منتهى السعاده وهو شايف حفلته ناجحه وبيدخل هو كمان يرقص معاهم، وبيجي تاني يوم وبتقرر جينا انها تستمتع بحياتها وبالفلوس، وبتبدا تقرا ازاي انها تنجح مجلتها، وبتخرج مع لوسي وبتقابل مات هو وخطيبته ويندي اللي بتتفاجئ ان هو خاطب وان هو ناوي ينقل لشيكاغو، وبتتضايق وبترجع بيتها، وبيكون عندهم اجتماع في المجله وبيقول لهم ريتشارد ان ارقام التوزيع سيئه جدا وانهم كانوا في الاول بيبيعوا 1,000,000 نسخه ودلوقتي 600,000 بس بعكس سباركل اللي مبيعاتهم كل يوم بتزيد،
وإن الإدارة بتطلب منهم إن هم يعيدوا تصميم للمجلة وإلا هيتم إغلاقها. وبتشجع جينا فكرة إعادة التصميم، وبيقول لها ريتشارد إنها تكون مسؤولة عن الأفكار الجديدة لإحياء المجلة، وقدامهم أسبوعين لطرح أفكارهم. وهي راجعة مكتبها بتجيب لها سكرتيرتها رسائل من الناس اللي اتصلوا بيها، وبتكتشف جينا إنها شخصية سيئة جدا وأغلب الناس بتكرهها، وإن مفيش حد بيطيقها بسبب أسلوبها وطريقتها. وده غير إنها بتعرف إنها على علاقة بزوج صديقتها في المكتب كمان. وبتسمع جوز موظفات بيتكلموا إنها طردت واحدة من المكتب بعد ما سرقت فكرتها. وبتلاقي صديقتها لوسي بتتفق على تدميرها هي كمان، وبتلجأ إنها تروح لمات وبتطلب منه إن هم يتمشوا شوية ويحكي لها على اللي حصل بينهم. وبيقول لها إن آخر مرة قابلها في عيد ميلادها 13، أما فضلت في الخزنة بتاعتها وهو حاول إنه يغني لها عشان يهديها. وبعدها طلعت له رميته بالبيت بتاعه اللي فضل 3 أسابيع يعملوا علشانها، ومن ساعتها ما بقاش في كلام ما بينهم. وبتقول له إنها اكتشفت إنها شخصية سيئة وبتخون زميلتها مع جوزها، ده غير إنها ما بقتش تتكلم مع باباها ومامتها. وتاني يوم بتسافر جينا لبيت أهلها وبيكونوا مسافرين، وبتنزل الخزنة بتاعتها وبتقفل على نفسها وبتفضل تعيط. بيرجع أهلها من السفر وبيسمعوا صوت من الخزنة، وبيلاقوا جينا عمالة تعيط، فبتقوم تحضنهم وبتبات معاهم. وبتكلم مامتها وبتسألها لو في حاجة هي عملتها زمان وندمت عليها، فبتقول لها مامتها إنها غلطت كتير لكنها ما بتندمش على غلطاتها، لأنها لو ما كانتش غلطت ما كانتش هتتعلم من غلطاتها ولا هتحسن حياتها. وبتقرر جينا إنها ترجع بيتها وبتتفرج على كتاب المدرسة بتاعها، وبتلاقي كل الصور مصورها مات، فبيجيلها فكرة لإعادة تصميم المجلة. فبتقابل صاحبتها لوسي وبتقول لها إنها شغالة على فكرة لوحدها وإنها ما عندهاش وقت إنها تاخد رأيها لأن وقتها ضيق. وجينا بتعرفها إنها شغالة برضه على فكرة لوحدها والفكرة الأحسن فيهم ما تتنفذ. وبتروح تقابل مات وبتقول له إنها عايزاه في شغل وبتديله دفعة من المبلغ، وبتقول له إن الباقي هياخده بعد ما يخلص شغله. وبقول لها إن هو شاف المجلة ونوعية صورهم بس هو ما بيصورش النوعية دي، فبتقول له ده المطلوب. وبيبدأ مات يشتغل ومعاه جينا، وإنه هو بيصور لحظات وتجمعات حقيقية في كل فصول السنة، وبيختاروا الصور المناسبة سوا. وبيجي وقت تقديم الأفكار لريتشارد وبتفشل فكرة لوسي بشكل كبير، وبيكون الأمل على فكرة جينا. وبتقدم لهم كل صور عارضات الأزياء اللي كانوا بينزلوهم في المجلة، وبتقول لهم إنه مفيش حد يعرف العارضات دول ومفيش حد مهتم بأخبار عنهم من القراء، علشان كده هي شايفة إنهم ما يتكلموا عن حياة ولحظات القراء نفسهم ويشاركوهم لحظات فرحهم وضحكهم، وده الحل الوحيد اللي هيرجع للمجلة حيويتها. وبتنجح فكرتها وبيسقف لها ريتشارد وكل المجلة، وبيسألها عن المصور اللي صور الشغل ده، فبتقول له صديقها مات، وبتروح على بيته علشان تبلغه. وبيجي مات المجلة وبيطلع لها بعد ما بتكون خرجت من المجلة، وبيطلع على مكتبها وبيلاقي لوسي فيه، فبتقول له إن جينا قررت تستعين بمصور مشهور تبع حبيبها وإن الصور بتاعته اتحولت لأرشيف لأنها مش هتستخدم. فبتقول له لو ممكن يوقع لها عقد تنازل عن الصور علشان لو ممكن يستخدموها بعدين. فبيفهم مات إن جينا قررت إنها تتنازل عنه تاني، وبيسيب المجلة وبيمشي. وبتكون جينا وصلت لبيته لكنها بتلاقي ويندي خطيبته موجودة، فبتقول لها إن هو نزل يشتري بدلة الفرح لأن فرحهم بكرة وإن هو اتأخر في شرائها. فبتزعل جينا من اللي سمعته، وبيجي تاني يوم وبتجهز جينا الكلام اللي هتقوله قدام مجلس إدارة المجلة، لحد ما بيدخل لها ريتشارد وبقول لها إن الفكرة بتاعتها اتسرقت واتنشرت في مجلة سباركل، وإن لوسي هي اللي عملت ده، وعينته رئيس التحرير لمجلتهم وخلت مات يتنازل عن كل الصور علشان تتعرض في مجلة سباركل. وبتروح جينا لمكتب لوسي وبتسألها عن سبب خيانتها ليهم، فبتقول لها لوسي إنها عرفت اللي جينا كانت ناوية إنها تعمله، وإنها لقيت رسائل بينها وبين مجلة سباركل فيها كل الأفكار بتاعت المجلة اللي فاتت، وإن جين هي الخاينة اللي في المجلة، وعشان كده لوسي قررت إنها تنتهز الفرصة وتبيع فكرتها الجديدة. وبيجي تاني يوم وبتلاقي سباركل نزلت فكرتها المسروقة، فبتقرر إنها تروح لمات في فرحه، وبتوقف تاكسي وبتلاقي اللي سايقه هو كريس اللي كانت معجبة بيه لما كان عمرها 13 سنة. وهي في الطريق بتلاقي الطريق زحمة، فبتنزل وبتكمل الطريق جري لحد ما بتوصل لبيت مات، وبتستخبى ورا باقة الوردة علشان محدش يتعرف عليها. وبتطلع لمات اوضته وبتعتذر له على اللي قالته لوسي وانها كذبت عليه، وبتفهمه اللي حصل وانها كانت شخصية مختلفة قبل ما هي تقابله، وبتتمنى ان هي لو كانت العروسة. فبقول لها مات ان الزمن ما بيرجعش لورا، ولا انه كان غير حياة كتير في حياته، اولها ان هو ما كانش هيسيبها بس دلوقتي فات الاوان على تعديل اي حاجة في حياته. فبيلاقي جينا بتعيط قدامه، فبيروح يفتح الخزنة بتاعته وبيطلع لها البيت اللي كان عامله علشانها، وبيعرفها انه بعد ما اتكسر صلحه لها واحتفظ بيه. فبتقول له انها عايزة تاخد البيت تاني لو يسمح لها، وانها بتحبه وانه هو اعز صديق ليها، وبتسيبه وبتمشي.
وبتحط على عتبة بيتها وهي بتعيط وبتغمض عينها وبتتمنى انها ترجع لسن ال 13. وبيطير غبار التمني عليها وبتفتح عينها تاني وبتلاقي نفسها رجعت لسن ال 13 سنة وهي قاعدة في الخزنة بتاعتها. واول ما مات بيفتح الخزنة عليها بتنط عليه وتحضنه وبتدلق المشروب اللي طنطم ماسكاه في ايدها. ولما بيكبروا بيتجوز مات بجينا وبيعيشوا حياتهم سوا زي ما كانوا بيتمنوا. ولهنا بتنتهي قصة الفيلم بتاع النهاردة. سلام.